شاكر افضلك. اركن بقى على جنب لما افضلك. اركن مجعش دماغي. حلقة جديدة من رضي الله عنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا قمر، عامل ايه؟ وحشتني من الحلقة اللي فاتت. العالم بقى غريب اوي يا صاحبي. الواحد بقى بيشوف العجب. مفيش حد سايب حد مرتاح. لازم وانت مرتاح حد يطلع لك فلوطة كده يطلب منك حاجة. والاغرب كمان بقى ان الناس ما بقتش تعمل الخير للخير كده على طول، لازم يطلب من وراه حاجات. انها ما بقتش سالكة يا صاحبي. خليك معايا، مالكش دعوه بكوبايه الشاي اللي انا بشربها. اصل يعني ايه ابقى ضيف ويطلب مني حاجات؟ اي نعم، لما بعوز اكل بيجيب لي اكل، ولما عاوز اشرب بيجيب لي اشرب، ولما عاوز اخش الحمام بصراحه بيتروق عليا بتشال، ولما اخلص ماما خلصت تعالي شطه. لكن يقول لي وانا ضيف عنده في البيت تعالى نتكلم 5 دقايق مع بعض، ده ايه وجع الدماغ ده؟ ولما اقول له مش فاضلك يزعل. شوف يا جدع انت استغربت ازاي؟ ما حاجه غريبه فعلا. المشكله ان انت لما قست الموضوع على نفسك ما عجبكش، عشان انت راجل بتفهم في الاصول. طب قيس الموضوع كده على اللي بيحصل مع صاحب الكون ده كله، ربنا سبحانه وتعالى اللي مضايفنا كلنا على ارض وتحت سماء، بنشم هواه وناكل اكل ونشرب شربه سبحانه وتعالى، وهو اللي بقدرته سبحانه وتعالى يشيلنا ويدخلنا الحمام، وهو اللي عنده خزائن كل حاجه سبحانه وتعالى. لما الدنيا بتزنق بنجري عليه، وهوا واكل وشرب ببلاش. ولما يتقال الله اكبر 5 مرات في اليوم في ناس تقول مش فاضيالله، قال يعني عندهم حاجات اهم. فين الاصول يا صاحبي؟ المهم انه بينادي عليك، مش ان هو عايز منك حاجه. سبحانه وتعالى مش عايز حاجه من حد ولا يحتاج لحد، ده بينادي عليك عشان انت تبقى مبسوط، عشان يقول لك اطلب انت عايز ايه. فبالله عليك يا جدع، اللي ما بيروحش ده راجل؟ طب بيفهم في الاصول؟ ويا ريته بيعرف يصلي اصلا. دي صلاه شقلب وقلب يا باشا. عايز تعرف الصلاه ما تبقاش شقلب وقلب ازاي؟ السؤال ده اجاوبك عليه الحلقه الجايه ان شاء الله. انا بحبك في الله. ارجع شوف حلقات رضي الله عنهم كلها بالترتيب هتتبسط. لايك الفيديو لو عجبك، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وشنا عشان يعم الخير، ده الدال على الخير كفاعله. اشوفك الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام يا قمر.